سلام، اهلا ومرحبا بكم. اليوم جيت نشارك معاكم هاد الوصفه تاع الصابلي اللي تجي روعه، واللي ملي جربتها مازال ما بدلتهاش. كل عيد نديرها. نروح للمقادير. طريقه التحضير: هنايا عندنا 250 غرام تاع المارغرين، تكون بدرجه حراره الغرفه. هنايا كانت عندي 500 غرام، ديت النص تاعها. هنا زدت كاس تاع سكر كلاص كما راكم تشوفوا، سكر ناعم. نخلطوه مليح مع هذيك المارغرين، خلطوه مليح حتى يتجانسوا ويولينا كيما الكريمه. نزيدو هنايا نص كاس تاع الزيت، نبدو نضيفو فيه بالتدريج ونخلطو كما راكم تشوفوا حتى يتخلط كامل مع هذيك المارغرين وهذاك السكر. يعني شوفوا الخلط كيفاش يولي. نقعدو نخلطو فيه مليح يعني باش العجينه من بعد ما تخرجناش الزيت. هنا درت رشه تاع الملح ونخلط ايضا. هنا زدت زوج بيضات عفوا، وزدت معاهم غادي نزيد تاني صفار. نبدو نضيفو بالوحده وندخلوها مليح مع المكونات. هنا ضفت الاولى وهنا ضفت البيضه الزوجه، وهنايا زدت صفار لان البيض اللي عندي الحجم تاعه صغير. الا عندك حجم متوسط يعني ديري زوج بيضات فقط. ندخلو مليح هذاك البيض. هنا زدت مغرف تاع لافاني، وهنا زدت نص كاس تاع المايزينا نشاء الذره. نخلطوها مليح مع المكونات. اي مكون نضيفوه ندخلوه مليح مليح مع هذوك المكونات اللي كانوا قبله. كما راكم تشوفوا هنا نخلطوا مليح مليح هذيك المايزينا. وهنا نبدو نلمو بالفرينه. هنا بديت نلم، مش عارفه ما صورتش. ندير يعني نزيد كاس تاع الفرينه وندير معاه كيس تاع خميره الحلويات. هنا ما بانش في التصوير. وهنا بعد ما لميت العجينه تاعي، شوفوا تجي طريه يعني كي تتلم العجينه حبسوا ما تضيفوش الفرينه. هنايا درتها في كيس بلاستيكي باش ما تنشفش العجينه تاعنا. ومن بعد نبدو نحلو فيها. انا هنا كي نحلها حليت زوج اكياس هنايا بلاستيكيه. تقدروا ديروا ورق الزبده او ورق الطبخ ونديروا العجينه فوقه ونزيدوا كيس اخر. ما نديروش الفرينه، يعني الفرينه غادي كي نضيفوها غادي العجين تاعنا يبقى ينشف وييبس. ندير كيس من التحت او ورق الطبخ ونزيدو واحد من الفوق ونبدو نحلو كما راكم تشوفوا. نحلوها رقيقه لاني ضفت خميره الحلويات، فهي غادي الحجم تاعها يزيد شويه. نحلها كما راكم تشوفوا، نسيي نحلها كامل كيف باش ما تجينيش حبه بحبه يعني. وهنايا بعد ما حليتها نجيب الطابع نتاعي، يعني هذاك يعني الطابع اللي القديم كما راكم تشوفوا، هذا يعني اللي نطبعوا به من زمان. نحطه ونرفده برك. ممكن تشوفوا هنايا لصقت لي عادي يعني ما تخسرش الشكل. نحطه ونرفده برك ما نحركهش، يعني كي نحركه غادي يتغير لي الحجم نتاع الصابلي نتاعي كما راكم تشوفوا. انا يعني كما قلت لكم نحطه ونرفده برك. وهنا درته في بلا اللي كنت رشيته بالفرينه. هو ما غاديش يلصق لانه فيه المارغرين وكاع، بصح نديروا احتياطات معليش. وهنا نزيد نكمل نطبع كامل العجينه تاعي. وهنا كما راكم تشوفوا يعني هذاك الطابع نرفده، نحطه على العجينه ونرفده برك ما نحركهش لان الشكل تاع الصابلي يتبدل. وهنا بعد ما كملتهم نسي يعاوني يعني هذاك الساشي باش نرفد هذوك الحبات نتاعي ونديرهم في البلا
كما راكم تشوفوا نرفد بهذاك الساشي وهنايا العجين اللي يبقى لي نلمه، غير نلمه يعني ما نعجنش، يعني كي تعجنيها تخسر العجينه، يخسر الصابلي. نلموه هكا ونعاود نحله عادي ونكمل نطبع. هنايا نطبع الشكل الثاني، هذا الشكل يغبن شويه نحطه في الفرينه ونطبع، على خاطرش كون ما نحطهش غادي العجينه تلصق فيه. نحطها في الفرينه كما راكم تشوفوا ونطبع. يعني هنا نعاود نحي هذوك الزوائد باش الحبه تاعي ما تخسرليش، ويعاوني هذاك الساشي اللي درته في الاول كما قلت لكم. يعني هذه الجهه اللي تجي متقوبه شويه تغبن، يعني غير نسيسوها وصاي. وهنايا بدلت الشكل، درت هاد الورده زهره ولا ورده ولا مانيش عارف، مهم. وهي تاني درتها في البلا، يعني كل شكل درته وحده كما راكم تشوفوا. هنا شوفوا شحال قطع لي كميه مليحه، يعني فوق 40 حبه. كي ديروهم حبه على حبه يعني تجي فوق 40. ومن بعد نطيبوه في فرن اللي يكون مسخن مسبقا. هنايا درته الفوق كاع وشعلت له من التحت، من بعد نهودوه لتحت ونشعلوا له من الفوق يدي تحميره خفيفه. وهنايا كانت النتيجه النهائيه بعد ما طاب. شوفوا كيفاش يجي كل حبه قد اختها، يعني الشكل تاعه ما يتبدل ما والو. هنايا شوفوا كيفاش طاب، يعني يجي رائع. هاد الوصفه تاع الصابلي تجي رائعه. هنايا نقسم معكم حبه، شوفوا كيفاش يجي. والتزيين يكون اختياري، يعني اللي يبغي يديره بريستيج يديره بريستيج، واللي يبغي يديره كي تاع زمان يديره كي تاع زمان. وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. ان شاء الله يعجبكم، دعمونا بلايك واشتراك، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.